السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى قرصتين تراي كده على قد الايد. قرص طريه تحفه. انا بس عملتها بشويه لبن بس، ما كلفتهاش بقى ولا زبادي ولا قشطه ولا اي حاجه، بس طلعت طريه وتحفه. كلنا كده بنقوم من النوم نفسنا يعني في حاجه صغيره كده، كيك، قرص، منين، حاجه بسيطه كده مع كوبايه الشاي او الشاي بلبن. عملتهم بسرعة جدا كده وانا واقفة في المطبخ بعمل لهم الغدا، عملتهم وانا واقفة، ما اخدوش مني وقت لان كمان الدنيا حر وهم خمروا بسرعة. ما خدوش وقت خالص. وكمان بصوا التسوية، بصوا اللون طالع تحفة ازاي، وهقولك ازاي تفضل معاكي طرية لحد اخر قرصة. بصي بقى، اولا هنجيب البولة بتاعتنا اللي هنعجن فيها، ونكون نجيبها على قد الدقيق اللي احنا هنعمل فيه. انا هنا البولة بتاعتي هتشيل كيلو دقيق، اي نوع دقيق يكون جميع الاغراض. انا معايا هنا كيلو، هنخله الاول. اي نوع انت بتجيبيه، انا اي حد بيجيب لي اي دقيق بشتغل بيه الصراحه. ممكن تجيبي اللي هو ورق، يعني مش كيس بلاستيك، اللي هو بالورق ده برضو بيبقى حلو قوي. انا بجيب ده او ده. وهنخل الدقيق، وبعد كده بقى بعد ما هنخل الدقيق هجيب بقى الميه، نص كوبايه ميه، وهدوب فيها السكر اللي هنحطه على القرص. ما تحطيش السكر على القرص عشان هيفضل يخرز ومش هيدوب، خصوصا ان السكر بتاعنا حبيباته بتبقى كبيرة شوية. لو انت عندك السكر بتاعك ناعم شوية حطيه. انا هنا دوبت السكر، انا بحط على الكيلو حوالي 6 معالق سكر، عشان انا بحب لقمة القرصة نفسها تبقى مسكرة. لو انت مش عايزة لقمة القرصة مسكرة حطي السكر اللي انت عايزاه، يعني معاكي لحد 3 معالق على الكيلو. وهحط عليهم معلقة خميرة، وادوب السكر والخميرة والنص كوباية مية مع بعض، واغطيهم واسيبها في مكان دافي تتفاعل مع بعضها. وبعدين هجيب بقى السمسم بتاع المتحمص ده، واحط منه حوالي 3 معالق كبار على الدقيق. لو انت حابة تحطي شمر او ينسون تحطي برضو معلقتين كبار. هنا بقى حطيت مج من السمنة على زيت، سمنة على زيت. لو عايزة كله سمنة حطيه كله سمنة. انا قسمت نصه سمنة ونصه زيت، وبعدين حطيته على الدقيق، وقلبته كويس لحد ما كل ذرات الدقيق اتغلفت بالسمنة. وبعدين حطيت عليه الخميرة اللي تفاعلت مع بعضها. وبعدين بقى هنحط اللبن الدافي. انا حطيت اللبن دافي عشان عايزاها تخمر بسرعة، عشان قلت انا عملتها كده وانا واقفة واحنا بنعمل الغدا كده، قلت لهم هعمل القرص دلوقتي. بصوا كده لقيتها عايزة تزود لبن، فزودتها. انا بنزل باللبن واحدة واحدة. عموما هو الكيلو دقيق هياخد منك 2.5 كوباية سوائل، بس النص اللي في الاخر ده ما تنزليش بيه مرة واحدة، انزلي بيه واحدة واحدة، عشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع على حسب ما ياخد منك. هنا بقى بدأت خلاص بقى اعجنها بايدي. هفضل اعجن فيها لحد ما تبقى طرية. هنا برضو احتاجت حبة لبن فديتهم لها، وبعدين عجنت بقى لحد ما بقت طرية معايا كده وناعمة خالص وملساء. لميتها كده على بعضها، وبصوا مسحت من البولة ازاي، ده دليل على انها مظبوطة ونضفت البولة بتاعتها. هجيب بقى كيس بلاستيك بتاع تلاجة افتحه، او شنطة بلاستيك تكون نضيفة، احطها كده اغطي بيها العجين، واحط عليها فوطة كمان، واحطها في مكان دافي تخمر. على فكرة في الصيف ده مش هتاخد نص ساعة وهتكون خمرانة معاكي، على بال ما تجهزي باقي الحشوات والحاجات دي هتكون خمرت معاكي. انا هنا كان عندي عجوة في الديب فريزر، طلعتها حطيتها في الميكروويف 30 ثانية، ولما طريت معايا حطيتها في الطبق كده، وحطيت عليها معلقتين زيت. وما تحطيش سمنة ولا زبدة على العجوة عشان بتخليها تمسك بعد كده وتجمد، الزيت احسن حاجة. وقلبتها مع الزيت كويس، وبعد كده بدأت اكورها كور على قد القرصة بتاعتي. اكورهم كلهم كده، بتعملي على قد الكمية اللي انت هتعمليها من القرص. انا هعمل حوالي كده نص القرص، حوالي 12-13 قرصة معايا. وبعدين اقطع بقى القرص بتاعتي الحجم اللي انا عايزاه. انا هنا عاملاها كده بحجم السفندية الصغيرة، وجبت صينية واقطع فيها الكور اللي انا بقطعها احطها في الصينية دي، هي دي اللي هحشيها بالعجوة. بعد ما اقطعهم هغطيهم، ويفضل انك تعملي بسرعة عشان العجينة بتاعتك ما تنشفش، وتغطي الكور وانت بتعمليها
اول باول. يعني انا دلوقتي هغطيها قبل حتى ما اكمل، هجيب غطا واغطيها وبعد كده هكمل تقطيع، وافضل بقى اخلص الكميه كلها واوريها لكم. اهي خلصتهم كده، دول اللي هيتحشوا بالعجوه، وبعدين قطعت التانيين حطيتهم في الصاج على طول اللي هسوي فيه. وبعد كده بعد ما بتكوريهم وتخلصي الصاج بتاعك بتبططي القرصه كده، بتفرديها على قد السمك اللي انت عايزاه. انا عشان بحب القرصه تخينه وعاليه شويه فما بفردهاش قوي، انت عايزاها رفيعه افرديها زي ما انت عايزه. وبعد ما خلصتهم رجعت تاني بقى للي هم هيتحشوا بالعجوه، بفرد القرصه معايا كده زي ما انتوا شايفين، وبضم بقى الزيادات كده عشان اقفل القرصه. والعجينه بتاعتي تكون طريه فبتفرد معاكي بسرعه، وكمان بتضم وتلم معاكي كده بسرعه. هنا بقول لكم ما تسحبوش العجين قوي عشان ما ترققوش الوش بتاع القرصه فالعجوه تبان منه. ما تقعديش تشدي من القرصه من قدام لورا كتير عشان ما ترقيش الوش بتاع القرصه فتطلع مش حلوه. بعد كده بعد ما بقفلها بظبطها كده وافردها بايدي، وافرد كمان الوش عشان العجوه تتفرد وتبقى جوه القرصه كلها، ما تبقاش العجوه في حته وبقيه القرصه عجين، عشان العجوه كلها تغطي القرصه من جوه، تتفرد في القرصه كلها. وبحطها في الصاج اللي انا هدخلها فيه الفرن او صينيه الفرن، ومن غير ما ادهنها اي حاجه. ما بدهنش الصواني بتاعتي اي حاجه سواء الساده او العجوه. لو انت بقى عايزه تعمليها حشوه الجبنه بتجيبي نوع الجبنه اللي انت عايزاه، ويفضل ان يكون نوع جبنه اللي ما بيسحش، يعني يكون براميلي او فيتا على براميلي، تخلطيهم مع بعض، ورومي مثلا وتحشي بيهم. انا هنا بحبها ساده لان كل واحد في الولاد بيحب نوع جبنه معين، فانا بعملها لهم ساده. وبعد ما بتستوي هم بيجيبوا القرصه ويفتحوها نصين كده زي الكايزر، ويحشوها الحشوه اللي هم عايزينها ويدخلوها الميكروويف ويسخنوها، وبتطلع تحفه تحفه، بيبقى طعمها تحفه احلى من المحشيه اصلا. هنا بعد بقى ما خلصت اللي هم بالعجوه علشان اميزها عن الساده، جبت شوكه وهبتدي اخرم الوش بتاع القرص. خلي بالك انك طول ما انت شغاله تغطي القرص عشان وشها ما ينشفش وتفضل ناعمه معاكي. انا هنا وانا لما بدخلها الفرن ما بدهنهاش. بعد ما بخلص الكميه كلها بولع بقى الفرن على درجه حراره 200 مده 10 دقايق، وتكون في ال10 دقايق دي انا مغطيه القرص في مكان دافي عشان تخمر مره تانية. واول ما تخمر بعد 10 دقايق ربع ساعه على حسب، ادخلها في الرف اللي في النص على درجه حراره 200، وافضل متابعاها والف الصينيه اللي انا حطاها فيها مره شمال مره يمين، شويه كده وشويه كده عشان تاخد كلها لون موحد زي ما احنا شايفين كده، ويطلع لونها زي ما انتوا شايفين كده تحفه. لو انت الفرن بتاعك ما بيسويش الوش، لقيتي الوش ابيض زي ما هو وهي استوت من تحت، ولعي الشوايه برضو وخلي بالك منها، وكل شويه تلفي الصينيه وتدوريها كده شمال ويمين عشان تاخد معاكي اللون الموحد ده. هنا طبعا اهي خلصت معايا، ودي على فكرة مش كل الكمية، لسه في صينية تانية وهوريها لكم بقى من جوه قد ايه طرية وهشة، وقد ايه العجوة من جوه كمان فردة كلها في القرص. انا ما كلفتش القرص بتاعتي، ما حطيتش فيها ولا زبادي ولا قشطة ولا اي حاجة، انا عملتهم بشوية لبن بس. بصوا طالعين تحفة ازاي، بصوا بقى القرصة من جوه بجد تحفة. انا حاسة ان الاضاءة ظالمة القرص والله، بصوا بترقص لوحدها. هنا انا قطمت قطمة بقول لكم جامدة جامدة. على فكرة انا بعمل القرص بعديها بتاني يوم على طول ببقى عايزة اعمل قرص تاني لانها بتخلص في وقتها بجد، وريحتها تحفة في البيت. بصوا بقى العجوة مفرودة في القرصة كلها ازاي، عشان القرص بقى تفضل معاكي طرية لاخر قرصة. اول ما بتستوي وتطلعيها من الفرن بتغطيها بفوطة مطبخ لحد ما تبرد وتبقى دافية كده يا دوب. بنجيب بقى شنطة بلاستيك نضيفة او كيس مطبخ ونحط فيه القرص ونحطها في الفريزر او الديب على طول. بعد كده ما تحتاجي تاكلي منها بتخرجيها على المطبخ